امبارح بالليل الدنيا كانت هادية خالص وهدوء غريب حوالين عمارة رقم 12 اللي ساكن في الدور الأول طالع يدخن قدام باب شقته. شاف نور خافت طالع من باب شقة الأستاذ جلال. المعروف عن الأستاذ جلال إن هو عمره ما بيسيب باب شقته مفتوح. الراجل استغرب ولكنه ما اداش أي اهتمام، ولكنه فجأة وقال إن الأستاذ جلال أصلا مش موجود، وتقريبا إن في حد جوه مكانه. بس قبل ما يعمل أي حاجة نزل على البقالة اللي قدام العمارة وتوجه للست اللي شغالة هناك وقال لها: هو أستاذ جلال موجود في شقته؟ الست ابتسمت ابتسامة غريبة كده وقالت له إن أستاذ جلال أصلا قال لها إن هو مسافر ومش هيجي غير بعد 3 أيام. قال لها إن الشقة مفتوحة وطالع منها ريحة غريبة زي ريحة تبغ أو زي عطر أو حاجة محترقة. الراجل طبعا استأذن صاحب العمارة إن هم يفتحوا الباب، ولكنهم أول ما دخلوا الشقة لقوا حاجة غريبة جدا. لقوا طابع كبريت مكسور في الأرض وروائح في كل حتة تشبه رائحة الحاجات المحترقة. وفي أوضة النوم لقوا ورقة مطوية مكتوب عليها: ما تحاولش تدور ورا اللي ملوش لازمة. طبعا الناس اتصلوا بسرعة بالشرطة، والشرطة أول ما وصلت ومعهم المباحث ما لقوش ولا جروح ولا عنف ظاهر على باب الشقة، لكن في الحمام كان في زجاجة صغيرة فيها سائل لونه بني فاتح. مش ظاهر إذا كان ده سم أو أيا كان، بس ريحته كانت شبه ريحة الأعشاب. وفوق السرير موبايل مقفول عليه قفل ببصمة. كل الجيران قالوا نفس الكلام، جلال طلع ومحدش سمع حاجة، لكن في كاميرا صغيرة في ركن الصالون، الكاميرا الخاصة بأحد الجيران عشان يراقب الشقة وقت سفره. المفتش هاني راجل هادي وبيتكلم قليل، لاحظ حاجة غريبة قوي. على حافة باب الشقة من جوه كان في أثر من الطين باين قوي، وأثر رجلين شخص طويل، ومقاسه مقاس مش مقاس جلال أبدا. المفتش قال اللي دخل واللي خرج مش هو نفسه اللي كان عايش هنا. بعد يومين الشرطة بدأت تستغل فرضية شبكة بتستغل شوق الناس للاتفاقات والعلاقات، لكن المفتش هاني مش مقتنع تماما. تقريبا عرف حاجة عن جلال. قبل شهر جلال اشتغل مترجم لراجل غني جدا، وشاف ورقة ممكن يفضح بيها ناس كتير. الليلة اللي بعدها واحد من الجيران لقى واقف قدام باب العمارة بيبص لفوق وبيدخل كفه في جيبه. كان بيهزر مع بتاع الأمن، لكن عينه كانت خايفة ومرعوبة. المفتش هاني قرر يلعب لعبة غريبة، إن هو يعمل إشاعة إنهم لقوا فيديو في الكاميرا ممكن يفضح ناس كتير. الراجل اللي قدام العمارة اختفى تاني يوم. في الآخر المفتش لقى خيط بسيط جدا، طابع الكبريت اللي كان من ماركة نادرة جدا بيتباع في واحد من المحلات اللي في الشارع. والمحل قال إن اللي اشترى آخر علبة كان شخص طويل شكله غريب، لابس حذاء أسود متقطع عليه طين. المشتبه فيه اختفى بعد ما عرف إن حد بدأ يدور وراه. قبل ما جلال يختفي، الورقة اللي كتبها مكتوب فيها: ما تحاولش تدور ورا اللي ملوش لازمة، كانت غريبة جدا. ليه؟ هل كان بيحذر حد ولا كان بيحاول يخبي سر أكبر؟ المفتش هاني واقف قدام الشباك بيبص على الشارع وبيفكر أكتر حاجة ممكن تخوف الناس هي إيه؟ الجريمة نفسها ولا السر اللي ممكن الناس تشتريه بتمن روح بني آدم؟ يا ترى انت رأيك إيه؟